محبة الله قوة دافعة تجعلك تداوم يوميا على قراءة كتابه الكريم، وتشوقك لمعرفة أحوال وأقوال وأفعال حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتضخ في روحك الزكية معاني الهمة النوارة لإعمار الأرض، وتجعلك تسابق وتسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اتفقنا أن محبة الله هو دافعة. دافعة لأي شيء دافعة؟ دافعة للبنيان وللعمران. من الذي سوف ينشئ حضارة جديدة على سبيل المثال مثل الحضارة العربية السالفة غير المسلمين والعرب؟ مهمة استئناف الحضارة من أول وجديد. كان المأمون اللي توفى 218 الهجرة ابن هارون الرشيد يعطي وزن الكتاب ذهب لكل من يؤلف كتاب مهم. ليش ما نحن نعمل هيك؟ وشو اللي بيخلينا أصلا نحن ما نكب محرمة بالطريق؟ شو اللي بيخلينا نعمر مستشفى للناس؟ شو اللي بيخلينا نعلم الناس اللغات والقرآن والعلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ شو هو هذا؟ المحبة الله تجعلك تدفعك إلى الإحسان إلى خلقه. أكبر دليل على أن أنت إنسان عامر بمحبة الله سبحانه وتعالى أنه عندك رغبة شديدة جدا 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 وهمة عالية جدا 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 لنشر الخير للغير. يا وجه الخير، الحب يصنع المعجزات.